سحروني في شعبان واللي شفته ما نتمناه حتى الواحد. سلام، أنا هند، عمري 26 سنة. نحب نعيش، نحب نضحك، نحب نفرح، نحب نقصر، نحب نتعرف على الناس، نحب نزور البلدان. إنسانة حية بزاف. بديت حياتي كأي طفلة. قريت الابتدائي، كنت من أوائل. ماما كانت تركزنا بزاف في القراية وكانت بزاف تهتم بينا. كنا كل فاكونس نخرجوا نحوسوا. كنا عايشين حياتنا في دارنا. كانت دارنا متكونة من 4 بنات وطفل. المهم بعد ما قريت وكملت قرايتي تخصص حقوق، قعدت في الدار مع يما كأي وحدة قعدت شوماج. على بالكم باللي الخدمة في بلادنا شوية ناقصة. المهم كانت حياتنا هايلة، بابا ما نقص عليا والو. لكن بعد ما سمعت الكلام هذا، راكي مسحورة والسحر هذا تخدم لك باش يدمر لك حياتك في رمضان. نعم ايه، في هذه اللحظة حسيت الأرض طاحت بيا. خاطر اللي كنت نعيشه قبل ما نسمع هذه الكلمة كان رعب حقيقي. خياتي العزاز، بسم الله ونبدا قصتي. انا عمري ما كنت نؤمن بهذه الحوايج بزاف. ما كنتش نؤمن بالسحر هذا، يعني ماشي من امنش به بوجوده، لكن اي انسان كنت نسمع باللي مسحور نقول بالك تعب نفسي، لاكتئاب، بالك صارت له حاجه في حياته خلاته يقول لي هكا. ما كنتش قريب ليا، ما كنتش نفهم وشنوه، باسكو احنا في دارنا عايشين بيناتنا، بين خاوتنا، بين فاميلتنا، غير من المحبه، غير بالحاجه المليحه. ما كنتش دائما الاشياء السلبيه كانت بعيده عليا. تاج اليوم المشؤوم كان في شهر شعبان، شهر التوبة والغفران، شهر قبل رمضان. هذا الشهر عزيز بزاف علينا حنايا، ما فين نقرا فيه القرآن، نصلي، نصدق، نحس براحة كأني في رمضان. يعني ما كانش يختلف في دارنا على رمضان، باسكو حنايا كنا ناس ملتزمين ونحبوا الدين تاعنا، نحبوه لدرجة كبيرة، ونحبوا نتنافسوا في الدين. فهمتوني خياتي؟ بزاف ناس اللي يكونوا يتنافسوا في الدين راهم فاهميني وش راني نهضر. كان في شعبان 2023 تبدلت كاع حياتي. كانت بداية جديدة، بداية تغيير. على بالكم بديت كي نرقد ما نحسش روحي باللي رقد، دايما تعبانه، نوض تعبانه، نرقد تعبانه، دايما هيانه، عظامي يوجعوني، كتافي يوجعوني، راسي يوجع بلا سبه. وكنت نقول عادي في البدايه، هادي بالك برك تعب من الصيام ترى كنت نصوم، والصيام كان يجيني بزاف ثقيل، ولا يجيني بزاف كي نقرا القران من الحاجه في الداخل تقول لي ما تقراش القران، حتى المصحف ما وليتش نكمل. كنت نقرا سوره البقره، نقرا سور بزاف، كنت ملتزمه فيهم، ما وليتش نكمل، نقدر حتى نكمل سوره صغيره. نقول خليك حطي راكي عيانه، روحي ترقدي. وليت نميل بزاف للرقاد، حتى على العائله تاعي راح الضحك تاعي، ما وليتش انسانه اجتماعيه. حسيت بلي حكمني اكتئاب. نحب نرقد، نحب ناكل، دي فوا ما نحبش ناكل كامل، دي فوا نقعد يومين 3 ايام ما ناكلش، دي فوا يجيني نهار من اللي نوض وانا ناكل. ما فهمتش روحي. نقول برك بالك كي حبست القرايه مانيش نقراني قاعده غير في الدار، بصح ما وليتش نحوس، نخرج نحوس، ما وليتش نهتم باللباس تاعي، ما وليتش نهتم بحتى حاجه، ني الدين تاعي ني والو. وليت انسانه كل كادر، وليت نحس روحي كل كادر اللي تحطي هكا ولا جثة هامدة، برك نتحرك ونتكلم. هذا ما كان، حتى كلامي كان ناقص. وليت نحب نقعد وحدي. حتى واحد النهار جات لي يما وقالت لي يا طفله ماكش نورمال، واش بك؟ عم بالها حاجه زعما خصوصيه، ما حبيتش نقولها، جات تحتش فيا تحوس اني نحكي لها. مي دائما نقولها يا ماما ما على باليش انا واش بيا. نهار بعد نهار وليت النوم عفايس النورمال، النوم عباد نعرفهم يضحكوا بعد يتبدل وجههم، نوم بزاف صوالح، نوم عفايس يخوفوا، نوم الدم، نوم بزاف صوالح. وبعد وليت نحكي لها ليما، وليت نحكي لها يما. هذاك النهار بعد ما حكيت لها الماما واحد المنام، هذاك قالت لي كيما قالت لي يما لحمي شوك في هذاك المنام. راحت حكاتو لبابا، قالها هو طفله لازم لها راقي. من بعد تكل على ربي بابا، كان نهار الجمعه راني شافيته، بعد ما صلى الجمعه كان هدر مع واحد الراقي، قالوا بنتي راهي عيانه شويه، ماذا بك تجي تشوفها؟ قال له انعم ايه. جاء هذاك الراقي بعد ما قال لي بابا قبل ما يروح للجمعه، قال لي بلي وجدوا روحكم مول الجمعه راح نجيب الراقي للدار، ما يحبوش يبينوا لي بلي ليا. مي انا حسيت هذاك الوقت وليت نحس روحي باللي تعبت، وكل مره زاد التعب تاعي، خلاص ما قدرتش من با نمشي، السطر كان يزيد عليا. منين تجيني هذه الفكره بلي راه جاي راقي نزيد نعيا بزاف، نتعب، ندوخ. صافي العجب هذيك النهار اللي جا فيه الراقي المره الاولى وحدها. المهم خياتي العزاز، بس بعد ما خلصت الجمعه
جاب أبوه وجاب معه إنسان. دخل هذاك الإنسان ولا لحمي يترعد. بعد قال لي وش راهو يصير معاك؟ قلت له كل ليلة راني نوم نفس الحلم، نكون ماشية في طريق يكون هذاك الطريق ظالم ومضبب، ونحس باللي كاين عيبات دايرين بيا. دي فوا نحس هذوك عيبات نسا يكون نعرفهم، دي فوا كاين نسا ما نعرفهمش وكما قلت لكم وجوههم دايما يتبدلوا عليا. يعني هم كحولة، لحنوشة، ديابة، الكلاب، ما كاين حتى حاجة ما نمتهاش، من جميع حاجة ماشي مليحة ما نمتهاش. وزيد بزيادة نزيد النوم، الدم كل يوم النوم، ونوض دايما مع الفجر قلبي يخبط، لحمي شغل كامل يتعرق، وكي نولي نرقد نرجع لنفس الحلم. خلاص كنت حاسه روحي عيانه. المهم لقالي هذاك الراقي صراولي بزاف اشياء، بديت نتحرك، نتهزز، ندوخ، نتقيا، دار لي استفراغ، حسيت روحي شويه وليت نورمال. واحد النهار من نهارات شعبان، يعني ما طولش نص شعبان، كانت في البدايه تاع شعبان جا لقالي. من بعد نهارات كنت عند الباب، كنت اعرفوا حنايا نحبوا هكا نكونسو كامل عند الباب، نحبوا الحاجه مليحه. ديجا حنا عند بابنا كان مغرس النوار، كنت نكنس ورشيت كامل الحاله بالماء، حتى راني نكنس نلقى ساشيه صغيره مدفونه، جبتها فتحتها، خرجت منها واحد الريحه يا خياتي ما تيماجينوش، ما نقدرش نوصفها، كثرت ما فيحة ما نقدرش نوصفها لكم. انعم وزيد كي حليت لقيت شعر خيوط معقودة، ورقة مكتوب فيها اسمي، تصويرتي، ويدي بدأت ترعش. خلاص الكيبي حسيتهم مانيش واسيتهم. ومن بعد حسيت روحي باللي جمت في بلاستي، وحسيت روحي باللي لحمي كامل برد. من ذاك النهار دارنا ولات ثقيلة عليا، حتى الهوا وليت كنت نفسو حاجة الأكثر، وليت ما نقدرش نصلي. منين نصلي يدي ترعش، ونحس حاجة في ودني تقول لي حبسي صلاة. وما نكذبش عليكم حتى نحبسها، يعني ما كاش واش نخبي عليكم، راني نحكي لكم حكايتي بكامل تفاصيلها. القرآن ما وليتش نقدر نسمعه. انعم على القرآن نمرض، نحس النار في صدري، نقولهم طفوه ونطيح ونبدا نبكي بلا سبه. هاد الوقت كامل ومانيش مستوعبه، مانيش فاهمه اصلا واش معناتها سحر. صدقوني كي قلت لكم حنايا متربيين في عائله شغل نيه بزاف نوايا. وين بديت نستوعب؟ انعم خياتي كي وليت نشوف روحي نشيان، وليت خلاص وليت نوزن 40 كيلو. ايماجينو واحدة تكون توزن 75 كيلو الله يبارك تحبط حتى 40 كيلو بدون سبب طبي، ما كان حتى حاجة. رحت للطبيب، حبلكم حتى وجهي بدا يكحال، حسيت روحي نتعظم، العظم بدا يبان فيا. شافني بابا في هذيك الحالة، قال لي راني هدرت مع صاحبي وورى لي واحد الراقي شرعي مليح، قال لي باذن الله نروحوا لعنده. هذا الراقي الشرعي كان في ولايه بعيده، يعني كان في ولايه صحراويه. قعدنا 6 سوايع في طريق باش لحقنا له، طريق كامل وانا نتوجع، واحد الوجع يا خياتي، وانا نفشل، ما قدرت ناكل غير نبكي. المهم بعد ما لحقنا للراقي بديت نعيط نبكي، بدا يرقرع عليا غير صور صغار. من هذيك انا بديت نعيط ونبكي. قال لي الراقي باللي ما كاش غير هذا السحر اللي لقيته، راه كاين سحر واحد اخر مدفون. قال لي هذا السحر ندير لك في شعبان باش ما تتهنيش في رمضان، باش كي يدخل عليك رمضان ما تكونيش كامل بخير. المهم انا قالي مي على بالكم باللي الرقيه ماشي في نهار. حسيت بشويه تحسن، حسيت روحي شويه بيان، بديت صلاتي شويه نقص لي هذاك التهزز في صلاتي وكامل. مي الحكايه ما خلاصش هنايا. على رمضان في اول ليله حسيت براحه ما حسيتهاش كامل من الشهر. على بالكم بعد ما هذيك الراحه قلت عرفت طعم الراحه، شغل عمري ما حسيت بالراحه، كتافي مريحين، جسمي مريح، حسيت واحد الراحه كبيره، نور، طمأنينه. ورجعت نبكي، بصح هذه المره نبكي بالفرحه. توحشت جسمي بلا وجع. صدقوني يا خياتي شعبان ماشي شهر عادي، السحر فيه بزاف. الحماية الوحيدة هي القرب من ربي سبحانه والتدبر في العبادات. المهم هنا ما خلاصش هنا الحكاية. ولا حبيتوا تعرفوا كيفاش بريت من السحر هذا، وكيفاش جوزت نهاراتي وانا نرقي، وكيفاش عرفت وين مدفون، وكيفاش
تحمي روحك قبل رمضان. اكتبي، اكملي في التعليقات، كملي الحكاية اخواتتي لا زال جبتها حكاية حقيقية الأخت هند بعثتها لنا. هذه الحكاية حبيتها تكون عبرة عليك حبيبتي. ما تديريش ثقة في أي إنسان، ما تديريش ثقة حتى وكان كان هذاك الإنسان أقرب الأقربون منك. ما زال الحكاية تكمل. إذا كانت عجبتكم حكاية أختنا هند ديروا للجزء الثاني ولا كملي في التعليقات. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يلحقكم كامل الجديد تاعي. معليا غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.